فيلمنا بيبدأ النهاردة في بلد صغيرة في فرنسا، وبنشوف تشارلز وهو بيروح المدرسة مع صاحبه ريمي. وريمي وهو ماشي معاه حكاله انه بيكسب فلوس كتيرة قوي من شغله الجديد، ولكن تشارلز كالعادة مهتمش بكلامه ورجع البيت بعد المدرسة وقرر انه هو بيعمل الواجب يضرب ايده بمسمار علشان يتعلم ما يحسش بالألم. بس فجأة امه نادته علشان العشاء. وفي جزء تاني من المدينة مدام مارجريت ديفل ولادها زاروها وجابوا لها هدية عيد ميلادها، ولما فتحت العلبة لقت كلب أبيض من نوع بول تيرر اسمه باكستر، والكلب كان متاخد من المأوى. وأول ما الكلب اتفك من الطوق جري في البيت وقلب الدنيا وزق الفازات وخرب هدومها. ومارجريت بعد كده راحت الكوافير وحكت للكوافير عن سلوك باكستر، فالراجل طمنها وقال لها ده طبيعي جدا ومع الوقت هيبقى عادي. وأثناء ما كانت راجعة البيت قابلت صاحبها كزو ومشيت معاه وقال لها إنها لو مش مرتاحة مع الكلب ممكن تكلم بنتها فلورنس تيجي تاخده. بس مارجريت ما كانتش عارفة ان باكستر ده ذكي جدا وبيفهم تصرفات الناس وبيراقب كل حاجة حواليه، وكان اكتر وقت بيفرح فيه هو لما ينزل الجنينة ويجري ويمسك الفئران الصغيرة. ولكن مارجريت دايما كانت بترجعه البيت قبل ما يتهنى. ورغم ده كله مارجريت وباكستر بقوا قريبين من بعض، ومارجريت بطلت تفكر ترجع الكلب. وبعد كام يوم كزو وهو بيلعب معاها كوتشينة سألها عن باكستر، ومارجريت كانت لسه مترددة، فكزو عرض عليها انها تكلم فلورنس علشان تاخد الكلب تاني. فمارجريت اتضايقت وطلبت منه يسيبها في حالها، وكزو حاول انه يعتذر وهو بيقول انه ما كانش يقصد اي حاجة، بس مارجريت سابته ومشيت. ومع الوقت باكستر بقى حاسس بالارتباك من تصرفات مارجريت، وده لانها مش بتعمل اي حاجة ممتعة ولا بتديله اي اوامر، وده خلاه يفكر انها ممكن تبقى مستنية اللحظة المناسبة علشان تتخلص منه. واثناء ما كان واقف عند الشباك شاف جيرانه الجداد جان وآن وهم بينقلوا في البيت اللي جنبهم، وتحمس جدا انه يتعرف عليهم. وبالليل تشارلز رجع البيت، ولما شاف ان مامته عامله قاعده مع اصحابها حاول يطلع اوضته من غير ما حد يشوفه، بس امه شافته وطلبت منه يسلم على الضيوف. وبعد ما خلص طلع اوضته وبقى يتفرج على صور قديمه لجنود من الحرب العالميه الثانيه. وفي بيت مارجريت باكستر فضل يراقب جان وآن وهم بيعيشوا حياتهم، ولما شاف ان مارجريت مش هتسمح له يقف عند الشباك كتير قرر يتصرف بشكل غير متوقع ويهاجمها. واليوم اللي بعده مارجريت وقعت واتعورت، وبنتها فلورنس جت تساعدها وحطت لها كمان ضمادات. ومارجريت كانت بتسأل الراجل بتاع المأوى ليه الكلب بيتصرف كده، فقال لها انه ممكن يكون حاسس انه اتخلى عنه من اول ما تسلم لمارجريت، وبيفكر ان صاحبه القديم ما بقاش عايزه، وهو ده اللي خلاه يتلخبط ويحس انه مرفوض. وبعدين فلورنس ظهرت ومعاها شوية ملايات وطلبت من امها تنام في الدور الارضي شوية لانها مش هتقدر تطلع السلم ورجليها متعورة. وبالفعل مارجريت قضت كام ليلة كده على الكنبة اللي بتتفرد سرير. وفي الوقت ده باكستر فضل يراقب الجيران الجداد من الشباك. وفي البيت التاني تشارلز كان بيتفرج على فيلم وثائقي عن الحرب العالمية التانية واندهش من التحصينات اللي عملها السوفيات، فقرر يقلدها وطبع خريطة واحدة من الخنادق اللي بناها القادة العسكريين. وفي الصباح كزو راح للكوافير وسأل عن مارجريت، ولكن الكوافير قال لها انه مش عارف عنها اي حاجة لان بقالها 3 اسابيع ما حجزتش عنده. فكزو قلق واتحرك على بيت مارجريت، ولكن اول ما هي شافته قفلت كل الشبابيك علشان ما يشوفهاش. وعدى كام يوم وباكستر لاحظ ان مارجريت بقت وحيدة اكتر، وده خلاها تتصرف بطريقة غريبة جدا، وقفلت السلم بخشب علشان تجبر الكلب يفضل قريب منها. ولما كزو لقى انها مش هترد عليه رجع لبيته واتصل بيها، ولكن هي استمرت في تجاهله وراحت تاخد حمام. وبنشوف مارجريت اللي قررت تقرب من الكلب اكتر فسحبته معاها للبانيو، ولكن باكستر خاف وهرب وطلع يجري على السلم. فمارجريت حست بالذنب بسبب اللي عملته فطلعته السلم وهي بتعتذر وبتقول له انها هتحضر له حاجه حلوه وياكلها وهتسيبه يلعب كمان في الجنينه شويه. وتاني يوم كزو كان لسه قلقان عليها وحاسس انها في خطر، فقرر يروح لها تاني ويفتح الباب بالقوه علشان يدخل البيت. والموقف ده خلى باكستر يهرب بسرعه وجري ناحيه بيت الجيران الجداد، ودخل كمان اوضتهم وهم في لحظه رومانسيه جدا. ولما آن شافت الكلب ندهت على جوزها علشان يفهم ازاي باكستر قدر يهرب من البيت. وجان وهو بيبص من الشباك شاف كزو بيصرخ وبيقول ان مارجريت وقعت من السلم وتعرضت لحادثه وماتت. وفي جنازه مارجريت آن قابلت فلورنس اللي طلبت منها تهتم باكستر لانها ما بتحبش الحيوانات، وده خلى الكلب مبسوط جدا لانه هيقدر يستمتع بالجنينه والروايح الحلوه
هو جنب صاحبه الجديد اللي بيتعامل معاه كأنه ابنه. وبعد كام يوم آن حضرت حفلة مفاجأة لجان بمناسبة عيد ميلاده، وعملت كمان عرض غريب مع باكستر. وبعد العرض الكبير راحت لجوزها وصرحت له انها حامل، وده خلاه في منتهى السعادة. وفي الوقت نفسه تشارلز كان لسه بيحسن تصميم الملجأ تحت الأرض اللي بيبنيه، وبعد ما جمع كل المواد اللازمة راح لمجمع الخردة علشان يبدأ في الحفر. والواد كان بيشتغل بسرعة وحفر حفرة كبيرة جدا، ومع الوقت الملجأ بتاعه بقى أكبر وأكبر. وباكستر لاحظ إن صاحبه بدأ ينساه شوية بشوية، أما آن فكانت مستنية طفلها الجديد، وعلشان كده الكلب قرر يقرب من جان علشان يقضي وقت معاه في الجنينة، ولكنه مهتمش بيه لأنه بيحب يشتغل في الأرض. ولكن بعد ما الطفل اتولد باكستر اتحبس في الجراج، وده خلاه يتضايق جدا لأنه حس إن تم التخلي عنه. وفي يوم من الأيام جان خرج الكلب تاني وسمح له يقابل ابنهم. ولما باكستر شاف الطفل بقى محتار لأنه مش فاهم الحب اللي الناس بتحسه تجاه أطفالهم، خصوصا إن الطفل ضعيف وما عندوش أي مميزات زي الكلب. وعلشان الكلب ما يفضلش في الجراج، آن طلبت منه يكون لطيف مع ابنهم علشان يعيشوا كلهم مبسوطين في الجنينة مع بعض. بس باكستر بدأ يخطط إزاي يتخلص من الطفل، ولكنه عارف إن المهمة مش هتبقى سهلة لأن الطفل الصغير موجود كل الوقت مع أهله. والكلب باكستر كان بيراقب الطفل على طول، وقرر إنه يستنى اللحظة المناسبة لما الزوجين يغفلوا شوية علشان يزق الطفل في حمام السباحة. وفي نفس الوقت ده تشارلز كان في مجمع الخردة بيجرب لوحة التحكم اللي عملها، واللي فيها نظام كهرباء كامل ومراوح شغالة. وبعد ما اتأكد إن كل حاجة شغالة تمام، راح لمنطقة السرداب علشان يقدر يراقب المكان حواليه من غير ما حد ياخد باله. وفي المقابر كزو راح يزور قبر مارجريت وساب لها باقة ورد، وفجأة روح مارجريت ظهرت وبدأت تتكلم معاه، وقالت له إن الوقت جه علشان يرتاح، وبتعرفوا إنهم لازم يسيبوا الجيل الجديد يعيش حياتهم ويتعاملوا مع مشاكلهم بنفسهم. فكزو تقبل الرسالة واستسلم للأمر الواقع، ومال على كتف صاحبته وفقد حياته. ولما كان تشارلز في طريقه للبيت قابله أبوه وسأله يختار هدية لعيد ميلاده اللي قرب، وساعتها تشارلز كان محتار جدا، فراح لأوضته وقعد يبص على صور لشخصيات مشهورة مع حيواناتهم الأليفة، وفجأة عرف إيه اللي عايزه لعيد ميلاده. وتاني يوم عائلة باكستر كانت متجمعة في الجنينة، ولما باكستر لاحظ إنهم سابوا الجنينة شوية جري بسرعة على الطفل علشان يزقه في حمام السباحة، ولكن الكلب بيلمحهم جايين بدري، فجان أنقذ الطفل في الوقت المناسب وخلى خطة باكستر تفشل. وبعد اللي حصل جان وآن كانوا قلقانين جدا على ابنهم، فقرروا يعملوا إعلان تبني للكلب. والإعلان وصل لتشارلز اللي اهتم بالكلب جدا، وراح لبيت الزوجين وجمع حاجات باكستر وأخدوا معاه للبيت. وخلال أيام قليلة تشارلز وباكستر بقوا أصحاب مقربين جدا، وتشارلز قرر يدرب الكلب علشان يبقى أقوى وأخطر. والكلب كان بيتدرب على دمى قديمة وكان بيجري جنب صاحبه الجديد في الشوارع وهو فرحان. وباكستر حس إنه أخيرا لقى الشخص اللي كان بيحلم بيه، وإنه من دلوقتي هيبقى سعيد جنبه. ومع الوقت مهارات باكستر في تنفيذ الأوامر بقت أقوى، وتشارلز كان بيحس بالراحة وهو بيديله الأوامر. وفي مرة من الرحلات المدرسية بالأتوبيس تشارلز كان لسه بيجمع صور للحرب، ولكن إيفا جت وقعدت جنبه لأنها كانت معجبة بيه جدا وحاولت كمان تقرب منه، بس لما لاحظت إنه مش مهتم بيها قررت تبطل الكلام معاه ومشيت. ولما كان راجع للسرداب السري بتاعه تشارلز لاحظ عربية جاية ناحية مجمع الخردة، فقرر يخرج يشوف في إيه. ولما قرب شاف إن باكستر كان تحت العربية والسواق كان غضبان جدا. وبعد ما الكلب هدي الراجل قال لتشارلز إنه لازم يخلي باله من الكلب وما يسيبوش من غير ما يربطه علشان ما يتسببش في مشاكل. وفي اللحظة دي تشارلز شاف إيفا في العربية، والبنت قالت إن ده أبوها اللي جاي ياخد شوية حاجات من المكان. ولما كانت طالعة من العربية قالت إنها هتاخد الكلب بتاعها في نزهة، وبالمرة هتزور تشارلز في الخردة بتاعته. وبالليل السواق رجع البيت، ولما شاف إيفا لابسة هدوم أمها اتعصب وسألها ناوية تروح فين. فالبنت حاولت تخبي خطتها وقالت إنها خارجة تتمشى مع الكلب، ولكن الراجل ما صدقهاش وكسر لها الراديو بتاعها، وده خلى إيفا اتعصبت وخرجت من البيت. وبعد كده راحت مجمع الخردة، ولما شافها تشارلز جاية قرر يقفل على باكستر في السرداب علشان الكلب ما يقطعش عليهم اللحظة اللي كانوا هيقضوها مع بعض. وإيفا كانت بتقول لتشارلز إنها عايزة تسيب المدينة وتعيش مع أمها اللي سابت البيت علشان ما كانتش قادرة تستحمل العيشة مع أبوها اللي
اللي كان دايما بيقلل منهم. وفي وسط الكلام باكستر بدأ ينبح من غير توقف، ولما إيفا سألت هو ليه الكلب محبوس فتشارلز رد عليها وقال لها إنه بس مش عايز الكلب يزعجهم. بس إيفا ما سمعتش كلامه وقررت تطلق سراح باكستر، والكلب بسرعة حاول يكسب ودها. وباكستر بدأ يحس إن تشارلز مش بيتعامل معاه بنفس الطريقة اللي اتعود عليها، فحاول يرجع صاحبه، ولكن تشارلز اتعصب لأن حس إن أوامره ما تنفذتش فركله وقال له يبعد عنه. وفجأة كلب تاني دخل ساحة الخردة، فباكستر هجم عليه علشان يحمي منطقته وبدأت خناقة بين الكلبين. وتشارلز كان بيحاول يفصل بينهم، ولكن لما شاف إن باكستر بيكسب الخناقة سابه يكمل المعركة. وبعد ما شاف تشارلز قوة باكستر في المواجهة بدأ يحترمه أكتر وقرر يستخدمه كآلة قتالية. وتاني يوم إيفا وهي في الباص قالت لتشارلز إن باكستر خلى الكلبة بتاعتها تجيب كلاب صغيرين، ولكن أبوها مش عايز الجراء في البيت وقال لها إنها لازم تتخلص منهم قبل ما هو يتصرف. فتشارلز عرض إنه ياخد الكلاب عنده لأن عنده خطط ليهم. وفي يوم تشارلز كان بيتفقد المكان حوالين السرداب بتاعه وشاف ريمي اللي كان لسه بيجمع علب علشان يبيعهم. وريمي كان بيدور على حاجة كده في وسط الخراب ونزل حفرة في الأرض من اللي تشارلز كان حافرهم. وفي اللحظة دي تشارلز أمر باكستر إنه يهجم على ريمي وشال السلم من الحفرة. وريمي بدأ يصرخ ويطلب من تشارلز إنه يسيبه، ولكن تشارلز تجاهل كلامه وطلب من الكلب إنه يتصرف. ولكن باكستر حس إن تشارلز مش بيفكر صح، وده لأنه مش متعود أساسا يهاجم بدون سبب، وقرر ما يعملش أي حاجة. وبسبب كده ريمي قدر يهرب وتشارلز اتجنن لأن الكلب ما سمعش كلامه، فحبسه في الجراج وضربه وقرر يعاقبه. ومع مرور الوقت تشارلز بدأ يبقى أكتر توتر، وبعد ما شاف الكلاب الصغيرة قرر يتخلص منهم لأنه حس إنهم خلوا الكلب يبقى ضعيف. أما باكستر اللي كان جعان وعطشان بعد ما اتساب بره ساحة الخردة بقى يائس وبدأ يدور على ريحة الجراء المفقودين، وأخيرا شم ريحتهم. ولما لقاهم ميتين في حفرة اتصدم وعرف إن تشارلز هو اللي عمل كده. وبعدين تشارلز ظهر بعد كده وكان غضبان لأن باكستر ما بقاش يطيعه، فبدأ يرمي عليه حاجات كتيرة والكلب حاول يهرب بس كان محبوس تحت الخردة. وبعدين تشارلز جاب برميل كبير وحاول يرميه على الكلب، ولكن البرميل كان تقيل وخلاه يفقد توازنه ووقع قدام باكستر. فباكستر شاف ان دي فرصته علشان ياخد حقه وكان هيهاجم تشارلز، بس لما سمع الاصوات اللي عملها له تشارلز في التدريبات ما قدرش يعصى اوامره وقعد في مكانه. وبعدين تشارلز اتعصب اكتر وراح جاب حديدة كبيرة وضرب باكستر لحد ما خلص عليه. وبعد شوية ميشيل وافون كانوا بيدوروا على ابنهم في الخردة، ولما وصلوا لقوا تشارلز لسه واقف فوق باكستر الميت. وتشارلز جري بسرعة على ابوه وامه وقال لهم ان الكلب كان هيهاجمه وما كانش عنده حل غير انه يدافع عن نفسه. ولما ميشيل سمع الكلام قال له ان كل حاجة هتبقى تمام. وبعد ما حضنوه رجعوا البيت. ومع مرور الايام تشارلز بقى مهتم اكتر بالجيران اللي جنبهم وبدأ يفكر انه لازم يتبناهم ويعيش معاهم، فبدأ يخطط لحادثة متعمدة علشان يولع حريقة كبيرة في بيتهم ويخلص على اهله علشان يقدر يعيش مع العيلة التانية بشكل دائم. ولحد هنا بتنتهي احداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.